يناير 2023 شهر المفاجآت، شهر التحديات مهما كان تقصيرك في الوقت اللي فات. سواء انت كنت طالب معانا على المنصة وحابب تعرف التحديات اللي جاية والامتحانات اللي جاية اللي هيتوزع عليها لابتوب وموبايلات وفلوس كتير وايربودز وهيدفون وحاجات زي كده، وعايز تعرف مواعيد الامتحانات دي، او انت طالب مش معانا على المنصة وعايز تعرف ازاي تقدر تشترك وازاي تشترك، هل في باقات للفصل الاول والتاني مخفضة ولا لا، كل الاخبار والمفاجآت دي هتعرفها في الفيديو ده. اولا لو انت طالب مش معانا على المنصة هيبقى عندك 3 طرق تقدر تشترك بيهم تراجع بيهم. ممكن تشترك في باقة الفصل الاول كله، دي باقة مخفضة جدا فيها كل الفصل الاول، شرح وحل كتاب الامتحان وحل بنك الاسئلة، وفيها كل حاجة بالتفصيل، كل المحاضرات، بيبقى الفصل مشروح كاملا في حوالي 20 ساعة. باقة الفصل الاول ده مخفضة جدا. في باقة زيها بالظبط للفصل الثاني، لو عايز تشترك فصل اول كامل او فصل ثاني كامل عاوز تمشيهم محاضرة. طيب في باقة ثالثة تقدر تشترك في ماراثون انقاذ الفصل الاول والثاني. الماراثون بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه محاضرة مجمعة للفصل الاول، محاضرة فيها تجميع الفصل الاول، شرح مجمع وكامل وحلو جدا. لو انت عندك فكرة عن الفصل تسمع الشرح ده، كل نقطة مشروحة فيه، بعديه حل كتاب الامتحان على الفصل الاول، ثم محاضرة شاملة على الفصل الثاني، وبعديها حل كتاب الامتحان على الفصل الثاني. ده لو عاوز تراجع معانا على المنصة او تحجز باقة الفصل الاول او باقة الفصل الثاني او باقة الماراثون. اما لو انت طالب معانا على المنصة، احنا شغالين دلوقتي في الفصل الثالث. عندك في يناير لطلاب المنصة حاجات مهمة جدا اسمعها بسرعة دلوقتي. اولا احنا شغالين محاضراتنا عادي 3 محاضرات اسبوعيا، المحاضرة ساعة. يوم 13 و14 يناير الجمعة والسبت هيكون امتحان شامل على الفصل الثالث من اوله لحد نهاية الدينامو. الامتحان ده هيكون على الابليكيشن، مش هيكون خارجي، هنأجل الخارجي لمدة اسبوع، اللي ورقي هنأجله اسبوع. الامتحان ده هيكون على الابليكيشن، وهديته ايه؟ هدية ليها معاني كتير بالنسبة لي. هتبقى الهدية ورقة بردي، رسالة بردي كاتب لك فيها رسالة بخط الايد. اعتقد ان دي يعني اتمنى تحتفظ بيها لانها هتبقى ذكرى حلوة بيني وبينك. الهدية دي هبقى مجهزها لك تاخدها الاسبوع اللي بعده في الامتحان الورقي او نبعتها لطلاب المحافظات. ورقة بردي هكتب لك رسالة خاصة بيك علشان منها تشجعك ومنها اقول لك ان انا فاكرك ومعاك. ده للطلبة المتفوقين. بعد يوم 14 يناير هينزل يوم 15 و16 باقي الفصل، وهنزل لك يوم بقى الثلاث 17 يناير محاضرة الثلاث 17 يناير هتكون محاضرة تجميع الفصل الثالث على الابليكيشن فقط. محاضرة واحدة فيها الفصل الثالث كله شرح، كأنك بتراجع الفصل للمرة الثانية. وانا معودكم ان بعد كل فصل ما بيخلص بنعمل محاضرة تجميعات. اما يوم الجمعة 20 و21 يناير ركز، امتحان الترم، امتحان الحفلة، الامتحان الكبير اللي احنا مستنيينه، الامتحان اللي بالنسبة لي هو الاهم، امتحان الترم الاول، امتحان الفصول الثلاثة الاولى، الفصل الاول والثاني والثالث، اللي بيمثلوا اكتر من تلتين المنهج. دول بيمثلوا حوالي 3/4 المنهج يعني، لان الرابع سهل والحديثة باذن الله فصول صغيرة وسهلة. اللي جاي مش زي اللي فات. لو خلصت الثالث فانت غالبا خلصت كل الجزء اللي فيه يعني شغل كتير. فامتحان الحفلة او امتحان الترم هيبقى يوم 20 و21 يناير. والهدايا حكاية، الهدايا حكاية. المركز الاول لابتوب يا باشا، المركز الثاني موبايل، المركز الثالث والرابع والخامس كل حد فيهم هياخد 1000 جنيه زائد ايربود. المركز السادس والسابع والثامن كل واحد هياخد 500 جنيه زائد هيدفون. المركز التاسع والعاشر كل واحد هياخد 200 جنيه زائد باور بانك. من المركز ال11 لغاية 200 شخص، 200 واحد من الأوائل كل حد فيهم هياخد 50 جنيه زائد درع الترم الأول. الدرع ده درع فخم يمثل تكليل لجهودك، بقول لك فيه أنت كنت قد المسؤولية طول الترم طبعا. وبرده من المركز الأول للعاشر هياخد نفس الدرع، درع الترم الأول. ده امتحان هيكون يوم الجمعة 20 و21 يناير. هنكمل محاضراتنا عادي وهنيجي للجمعة بقى 27 يناير إن شاء الله. بحضر لكم إن احنا نعمل محاضرة فيس تو فيس في مكان كبير يوم الجمعة 27 يناير لطلاب المنيا ومراكزها. يوم 27 يناير هتبقى محاضرة مراجعة نص الكهربية.
هقول لك نص الكهربية كاملا في محاضرة واحدة، وهقول لك التربيطات اللي بيلعب عليها آخر السنة وإيه الأسئلة اللي بيكررها في أفكار آخر السنة في محاضرة فيس تو فيس هتكون رائعة يوم 27 يناير. طبعا طلاب المحافظات هيطلبوا المحاضرة دي إن شاء الله برضو بعد 27 يناير في أول أسبوع في فبراير هتلاقوني رايح لأغلب المحافظات اللي أنا وعدتهم إن أنا هاجي لهم في نص السنة، هعمل نفس المحاضرة فيس تو فيس. وابتداء من طبعا هيبقى في يوم السبت 28 يناير ده اخر امتحان عندنا، هيبقى امتحان على الفصل الثالث ونص الرابع. السبت 28 يناير ده امتحان على الابلكيشن، امتحان على الابلكيشن، لان احنا الجمعه 27 يناير هنعمل محاضره فيس تو فيس، يعني هتنزلوا الجمعه. اما السبت بقى تروح تمتحن امتحان على الفصل الثالث ونص الرابع عشان تشوف انت حصلت قد ايه من المحاضره الفيس تو فيس بتاعتك. يعني مواعيد مهمه جدا 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 في شهر يناير، فيها 3 امتحانات. امتحان 13 و 14 يناير ده امتحان على الابلكيشن على الفصل الثالث. امتحان الجمعه 20 21 يناير ده الامتحان الكبير، امتحان الحفله، امتحان الهدايا الكبيره، هيبقى يوم 20 21 يناير، وده هيبقى امتحان ورقي يعني هتيجوا فيه الاستاد، وهيبقى اونلاين طبعا لطلاب المحافظات، لكن المنيا ومراكزها هيبقى امتحان يوم 20 21 يناير ورقي لطلاب المنيا. اخيرا عندنا امتحان في اخر الشهر يوم السبت 28 يناير، امتحان على الفصل الثالث ونص الرابع. ما تنساش انت امتحنت معانا شامل الاول، بعد كده شامل الاول ونص الثاني، بعد كده شامل الاول والثاني، بعد كده شامل الثاني لوحده، بعد كده شامل الثاني ونص الثالث، بعد كده هتمتحن شامل اول وثاني وثالث، بعد ما تمتحن شامل على الثالث لوحده. يعني كميه امتحانات امتحنتها الشهر اللي فات والشهر ده غير طبيعيه، غير مسبوقه. ده عشان تحسن مستواك. شهر يناير شهر المفاجآت. لو انت مش من طلابنا احجز على الارقام اللي بتبان قدامك على الشاشه، ولو انت من طلابنا فركز قوي في المواعيد اللي جايه، في الامتحانات اللي جايه، قدها وقدود يا ابطال، عشان نفرح باذن الله. شهر يناير شهر مليان شغل، مليان تعب، مليان معافره، قدها وقدود.